تعالي يلا، تعالي يا حاج يلا. نعم، يعني يكون ملبوس، يكون حد عامل له عمل حاجة زي كده. شافته تعبان قدامها، حاولنا فيه، يعني مثلا عايزين نعالجه ونطمن عليه وخلاص، بس ادي الحكاية. وما فيش هتحبس ولد، بس يعني ما كانتش حبساه. لا مش حبساه. ليه الجيران بيقولوا ان هي كانت حبساه؟ مش حبساه. اخوكي تعبان؟ مش تعبان يا مش بيتعالج من ايه؟ طب بيتعالج من ايه؟ مفيش حاجة. ما عنديش اكتر من كده الا الكلمتين اللي عندي قلتهم. الست دي اتحبست ابنها 10 سنين في أوضة ضلمة وفي بيت مهجور من غير لبس أو من غير حتى غطا. احنا في الغربية علشان بنتابع حالة الأم اللي حبست ابنها 10 سنين في الأوضة اللي أنا واقفة فيها دي. لازم نتكلم بسرعة إن الأم موجودة بره وفي حالة هياج وهنضطر. ما بيروح الحمام في مكانه، ما بيتحركش من الأوضة، الأكل بيخش له هنا. كان بينام من غير لقوه من غير هدوم. الأوضة كده يعني شوفوا ده كله ده عنكبوت، دي الشبك عنكبوت. صدقوا مني بالله انا حبستش ابني. انت ما حبستيش ابنك؟ ما حبستوش. بتقول لك عليه من ايه؟ كل حاجه من عدوينه كمان في الدنيا اعصاب، عشان يشوفوا انه هو عنده ايه. لقاه عاقل العقلين ويتكلم الكلمه بالترتيب. بس حته اللبس ديت سبحانه وتعالى ما تعرفيش جسمه اللي كاره اللبس ما اعرفش، عايز حاجه نظيفه. ده ممكن يكون ايه؟ جن مثلا؟ مكان محمد حصل له ظروف مرضيه بالنسبه لها. محمد كان شغال عامل محاره وكان شغال كويس وكانت عقليته كويسه. الكلام بقاله اكتر من 7 سنوات، فكله اعتبرها حاله مرضيه ما كانش بيبص على محمد حتى. كانت طبعا هي اللي حبساه. انا شفتش ام بتعامل ابنها كده زي ما اي حد بيعامل ضناه. في قريه سجين التابعه لمركز قطور في محافظه الغربيه، كان في هناك شاب عمره ما تعداش 17 سنه اسمه محمد رجب الغرباوي. وفي يوم من الأيام الشاب ده اختفى فجأة. الجيران سألوا والأهل كمان سألوا، وأمه العزيزة الألمي كان ردها جاهز: ابني مات في حادثة. حزن بسيط، دموع قليلة، وبعديها الحكاية اتنست تماما. 10 سنين كاملة عدت والقرية عايشة حياتها العادية من غير ما حد يسأل نفسه طب فين قبر الولد ده؟ ليه ما حد شاف جنازة؟ ليه الموضوع اتقفل بالسهولة دي؟ لحد ما جت ليلة فجر يوم من أيام فبراير 2019، لحد ما في يوم جيران البيت المهجور اللي جنب بيت الأم سمعوا صوت، مش صوت عادي، صوت كأن حد بيتوجع. الصوت جاي متقطع من داخل المكان المهجور ده، والبيت دوت المفروض مفيش فيه ساكن من سنين، والصوت دوت مش أول مرة يظهر من البيت. الجيران قالوا إنهم كانوا بيسمعوا حاجة غريبة بقالها فترة، بس محدش خد الموضوع بجدية لحد ما الأنين بقى أوضح وتأكدوا إن في حد حي محبوس جوه البيت ده. هنا أهل القرية بلغوا الجهات المعنية ودخلوا البيت المهجور، بس المشهد اللي شافوه كان أبعد ما يكون من أي تصور طبيعي. شاب 27 من عمره محبوس في أوضة ضلمة جوه بيت مهجور من غير ما حد يعرف عنه حاجة، من غير مساعدة، من غير علاج، من غير حتى أبسط حقوقه إنه يشوف الشمس. الولد اللي مات في حادثة من 10 سنين كان لسه حي، وكان محبوس في نفس القرية اللي فيها أمه وأهله وجيرانه على بعد أمتار من الناس اللي كانوا بيعيشوا حياتهم عادي جدا. النيابة العامة فتحت تحقيق واسع وشكلت لجنة من جهاز شؤون البيئة ومديرية الصحة لمعاينة المكان، والمديرة التنفيذية لمشروع أطفال بلا مأوى في الغربية طلبت من النيابة لعمل كشف طبي للأم علشان تتأكد إن عقلها سليم، وفي نفس الوقت طلبت عرض الشاب على الطب النفسي علشان الأزمة النفسية والعصبية اللي عاشها طول فترة الحبس دي. وهنا بدأت الروايات تخش في بعض. عم الشاب قال للصحفيين إن الأم حبست ابنها بعد وفاة أبوه من غير أي سبب، وقطعت عنه أي مساعدة من الأهالي أو القرايب. يعني من وجهة نظره الموضوع كان قسوة صريحة محدش قدر يوقفها. بس بعد ما الأم اتقبض عليها وبعدين اتفرج عنها، هي بنفسها فجرت مفاجأة تانية. قالت للصحافة اللي ابنها زمان اتعرض لاعتداء من مجموعة شباب وهو لوحده في البيت، وده أثر على حالته النفسية بشكل كبير، وإنها حبسته مش علشان تعذبه لكن حبسته خوفا عليه، وأكدت إنها كانت بتصرف عليه وما أهملتهوش يوم. وقالت كمان إن الجيران ما ساعدوهاش في المحنة دي. هيساعدوها إزاي
وهم كانوا عارفين إن هو ميت أصلا، وإن ابنها كان بيترجاها قدام النيابة إنه يرجع معها البيت. فين الحقيقة؟ أنا من وجهة نظري إن دي أسوأ لولد اتحبس في ضلمة لمدة 10 سنين، دخل عنده 17 سنة خرج عنده 27 سنة. أنا من وجهة نظري دي أسوأ من الأم، مش خوفا عليه خالص. وكل طرف بيحكي حكاية مختلفة عن السبب. الجيران سمعوا الأنين وما تحركوش غير لما بقى الأنين واضح جدا، والأهل صدقوا حكاية الموت وما سألوش. بس الحقيقة الوحيدة الأكيدة إن شاب فقد 10 سنين من حياته، وهو حي بين الناس اللي كانوا مفروض يحبوه ويحموه. أنا من وجهة نظري اللي الأم عملته دوت مش صح. انتوا من وجهة نظركم ايه؟ اللي الأم ده عملته صح ولا غلط؟ اكتبوا لي في التعليقات.